السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بفيديو مختلف، جايبه لكم بقى ايس كريم الموز وايس كريم الفراوله. طبعا في الجو الحار اللي احنا فيه ده عاوز ايس كريم يرطب كده على قلبنا. اتمنى وصفه النهارده تعجبكم وتقولوا لي ايه رايكم فيها، وجربوها وهتعجبكم جدا. وتعتبر كمان مكونات اقتصاديه، بدون حليب مكثف وبدون كريمه، يعني هنستخدم كريم شانتيه بس. اول حاجه هنا معايا في الكبه معايا فراوله كده مجمداها، كنت فرزاها وحطيت عليها كوباية زبادي، وحطيت كمان عسل نحل. لو مش عندك عسل نحل ممكن تحطي سكر عادي. وخلطت كويس جدا لحد ما الفراولة بقت بيوريه. يعني بصوا، قعدت اخلط فيها كويس جدا بالكبة لحد ما الفراولة كده بقت بيوريه زي ما انتوا شايفين كده. وحطيتها بقى في علبة ودخلتها الفريزر يعني 4 5 6 ساعات كده. بس انا صراحة كنت مستعجلة اليوم ده، يعني سبتها شوية، يعني ما سبتهاش كتير. وبكده بقى عملت احلى ايس كريم فراولة. بجد تحفه جدا يا جماعه، جربوها هيعجبكم قوي. واحلى من الجاهز. بصوا انا مسبتهاش كتير الصراحه، بس حطيتها بقى في الكاس وبقت احلى من الجاهز. جربوها والله هتعجبكم. والقوام بتاعها حلو جدا، يعني ايس كريم ايس كريم فعلا. ولزوم الدلع بقى ايه، حبيت ادلعها كده وحطيت عليها صوص فراوله، حلاها اكتر، خلاها بقت حلوه قوي. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه تحفه. هنا بقى كنت بعمل ايس كريم الموز. طبعا في الخلاط كان معايا 3 صوابع موز كده، كنت مجمداهم في الفريزر وقطعتهم حلقات وحطيتهم في الخلاط، وعليهم يعني معلقتين لبن بودر ومعلقتين كريم شانتيه وعلبة زبادي، وربع كوباية لبن اللي هو الحليب، وكيسين فانيليا، وعصرة ليمون. حطيت عصرة ليمون بسيطة بس عشان الموز ما يسودش. احنا عارفين طبعا الموز بيسود، الليمون هيحافظ عليها وما يخليش الموز يسود معانا. وخلطتهم كويس كده. بصوا القوام هو ده السمك اللي احنا عاوزينه. وحطيته بقى في قالب الايس كريم ده، يعني حطيت جزء بسيط كده في قالب الايس كريم، والباقي حطيته في علبة تلاجة عشان بشيله بالمعلقة بتاعة الايس كريم. طبعا عادي لو ما عندكيش معلقة الايس كريم دي، عادي برضو باي معلقة عندك هتستعمليه. وهنا بقى كنت عملت الايس كريم الموز وكان تحفة جدا. حطيته بقى الفريزر واتجمد، وحطيته برضو في الكاس. ولزوم الدلع برضو هحط عليه صوص الكراميل. وكان تحفة جدا يا جماعة، بجد جربوه مش هتندموا. ما تنسونيش بقى في اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله. والقاكم بقى في فيديو جديد تاني ان شاء الله، ومع السلامة.